تم زوال اليوم تنفيذ حكم الإعدام في 10 من الضباط الذين تزعموا حركة التمرد الأخيرة، وهؤلاء الضباط هم الجنرال حمو، والجنرال بوغرين، والجنرال حبيبي، والجنرال مصطفى، والكولونيل شلواطي، والكولونيل فنيري، والكولونيل بوبري، والكولونيل عمي، والكولونيل بلبصير، والكوماندو المانوزي. وقد تم تنفيذ حكم الإعدام في هؤلاء المتآمرين في الساعة 11:15 من صباح اليوم بإحدى المعسكرات القريبة من مدينة الرباط. وصاح المتمردون قبل إعدامهم: يحيى الملك يحيى الحسن الثاني. لكن الأعمال الدنيئة التي قاموا بها لا تتوافق مع ما يقولون. وكانت سيارة الجيش قد قادت هؤلاء المتآمرين مكتوفي الأيدي وبلباسهم العسكري إلى مكان إعدامهم، وقد نزعت منهم رتبهم العسكرية قبل أن يطلق عليهم النار على يد 10 سريات تنتمي إلى القوات البرية والجوية والبحرية. في بداية السبعينات كان المغرب كيعيش في مرحلة حساسة بزاف. الملك الحسن الثاني في القصر الملكي بالرباط كيخطط لمستقبل البلاد، بينما في مدينة صغيرة سميتها أهرمومو كانت كتوجد مجموعة من التلاميذ العسكريين تحت قيادة المقدم محمد عبابو. هذه المدرسة العسكرية كانت معروفة بالانضباط والصرامة، ولكن في ذاك العام بدات كتغلى من الداخل. عبابو كان كيشوف راسو مظلوم وكيحس أن النظام الملكي خاصو يتبدل. نهار 10 يوليوز 1971 كان عيد ميلاد الملك الحسن الثاني، وتنظم احتفال كبير في قصر السخيرات قرب البحر. حضروا الوزراء، الأمراء، الجنرالات، وحتى ذات الشخصيات الأجنبية. الجو كان احتفالي، الموسيقى، الضيافة، وكل شيء مرتاح. منين وصلوا للسطح بدا الرصاص كيتشيرا، المشهد تحول للجحيم. ضيوف الملك تقتلوا، الجنرالات تشتوا، والملك بنفسه اضطر يختبأ في واحد الغرفة الصغيرة. عبابو دخل القصر وهو كيصرخ: فين هو الملك؟ ما كانش عارف أن الحسن الثاني نجا من الموت بإعجوبة، وخرج من الباب الخلفي بمساعدة بعض الحراس الأوفياء. بعد ساعات من الفوضى والدم عرف الانقلاب الفشل. الجيش الموالي الملك تحرر بسرعة وتمت محاصرة الانقلابيين. عبابو حاول يهرب لكن تصاب في واحد المواجهة ومات بعد أيام متأثر بجروحه. تلامذ المدرسة اللي تبعوه بلا وعي تعاقبوا بقسوة، والمدرسة العسكرية ديال أهرومو تسدات نهائيا وبقات ذكرى مؤلمة في التاريخ ديال المغرب. القصر الملكي في ذاك الوقت كان شاهد على واحد من ألم اللحظات في حكم الحسن الثاني، ورغم كل شيء قدر الملك يرجع للرباط. لكن الأعمال الدنيئة التي قاموا بها لا تتوافق مع ما يقولون. وكانت سيارة الجيش قد قادت هؤلاء المتآمرين مكتوفي الأيدي وبلباسهم العسكري إلى مكان إعدامهم، وقد نزعت منهم رتبهم العسكرية قبل أن يطلق عليهم النار على يد 10 سريات تنتمي إلى القوات البرية والجوية والبحرية.